السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو يعتبر من وصفات المدارس. طبعا احنا كلنا داخلين على كلها حوالي اسبوعين او 3، والناس كلها ولادنا هتخش المدارس على خير ان شاء الله. فبنبقى محتاجين عجاين، فطاير. كل المعجنات دي لما بنعملها ونحطها في الفريزر بتريحنا كتير جدا. يا اما في الفطار الولاد حد نزل درس الصبح بدري او حد رايح المدرسة او هياخدوها في اللانش بوكس. فاحنا النهاردة هنعمل مع بعض الفطاير اللي بالجبنة، وكان عندي حشوة في الفريزر. هنطلعها ونحشي بيها. طبعا استغلت فرصة ان ماما موجودة عندي طبعا، وهتساعدني في موضوع العجن والحاجات دي. آه، فما حبيتش ان انا اضيع الفرصة بصراحة يعني. المقادير معانا كوبايتين لبن دافيين، كوبايتين الا ربع مية، كوباية زيت، معلقتين كبار خميرة، ومعلقتين سكر وذرة ملح وجبنة اسطنبولي وزعتر وكيسين دقيق. تمام كده؟ تمام. طبعا احنا هناخد جبنة طبق كبير، وهنحط فيه كوبايتين لبن دافيين، وكوبايتين الا ربع مية، وكوباية زيت. تمام كده. يبقى احنا كده المقادير بتاعتنا تاني: هناخد كوبايتين لبن دافيين او لبن رايب مفيش مشكلة، كوبايتين الا ربع مية دافية، كوباية زيت، معلقتين خميرة او كيسين خميرة، معلقتين كبار سكر، ذرة ملح. طبعا هنحط الاول السوائل، وبعد كده هننزل بالخميرة والسكر، هنقلبهم كويس جدا، وهنجيب طبعا المنخل بتاعنا الحلو الظريف ده، وهنجيب الدقيق ونبتدي ندخلهم. مبدئيا كده احنا حطينا السوائل علشان خاطر يعني ايه، لو احتاجنا دقيق نحط. انتوا فاهميني؟ بس فالدقيق اللي معانا اخد بالظبط السوائل اللي معانا اخدت 2 كيلو الا ربع دقيق، ما خدتش الكيس التاني كله، في حوالي ربع كيلو. طبعا احنا لقينا ان العجينه كده مظبوطه، لا حبينا بقى نزود سكر سوري ولا ميه ولا لبن عشان نكمل بقيه ال2 كيلو. فاحنا حسينا ان هي كده مظبوطه، مقاديرها مظبوطه جدا. يبقى انا هعيد المقادير تاني: كوبايتين لبن دافي، كوبايتين الا ربع ميه دافيه، كوبايه زيت، كيسين خميره، معلقتين سكر، ذره ملح. طبعا قلبنا كل السوائل مع بعضها ومعاهم الخميره والسكر والملح، وخدنا الدقيق، نزلنا حبه بحبه لحد ما استكفينا من الدقيق مش استكفينا من السوائل. وهو الصح ان احنا نحط السوائل الاول وننزل عليها بالدقيق، ونشوف هناخد قد ايه دقيق، ما نحطش دقيق ونحط فوق منه السوائل تقوم السوائل تبقى اكتر من الدقيق. فالعجينه تطرى حتى لو ما عندناش دقيق او حتى لو عندنا يعني. تمام كده. فطبعا دي كانت بعد ما ماما عجنتها. طبعا هنرجعها تاني في الطبق، وهندهن وشها بشويه زيت وايه، وهنغطيها. لفيتها طبعا بستريتش لاب كويس جدا، وغطيتها بفوطه. طبعا احنا هنا كنا خلاص، هي كانت خمرت ما شاء الله، كانت جميله جدا، ريحتها كانت حلوه، وهي عامله زي القطنه، حته قطنه في ايديكي. هنا كنت لافه استريتش لاب كتير جدا، ما كنتش عارفه، كنت محتاجه سكينه يعني. طبعا بصوا شكلها بعد ما خمرت.
بصوا كانت حلوة جدا جدا. بصوا الحتة بتتقطع معاكي وهي حلوة جدا زي القطنة، وبتفرجيها تتفرد، تطبقيها تتطبق. كانت حلوة جدا جدا جدا. الحشوة اللي انت عايزاها دي براحتك، احشيها اي شيء انت عايزاه. احنا طبعا اخترنا حشوة الجبنة علشان خاطر دي يعني ايه، يعني مستحب يعني ان احنا في ساعة الصبح الواحد ياخد حاجة خفيفة ما فيهاش لحوم وفراخ وحاجات كده يعني. طبعا هنا احنا كنا خلصت الكمية وايه، وسبت اخر 3 وحدات نعملهم مع بعض. هنا احنا يا دوبك اللي هي دي يعني حجم الكورة، فاحنا ايه بنفردها شوية كده يا دوبك نلم ونروح ماسكينها كلها على بعضها ايه كده. لو انت عايزاها بقى اتخن من انك هتشوفيها واطرى من كده، تقدري تكبري العجينة وما ترقيهاش قوي، بس هما كانوا عايزينها رقيقة بالشكل ده. الحشوة التانية بقى كانت حشوة انا اصلا كنت عاملة بيها تقريبا جلاش او حاجة، وانا شلت بقية الحشوة. والحشوة دي كانت عبارة عن سبانخ وبصل وجبنة كيري وجبنة موتزاريلا وجبنة شيدر وجبنة فيتا. كل دول محطوطين على السبانخ وكنت مقلباهم. فانا الخلطة دي انا حشيت بيها القرص. كانت حلوة جدا، وكفاية ان فيها قيمة غذائية، فيها حديد حلو جدا. زي السبانخ هنا كانت في كام واحدة كده فما كانش ليهم حشوات، فقلنا ايه نعملهم سادة. لو عندك قطع شوكولاتة او نوتيلا او اي حاجة تقدري تحطيها وتقفليها برضو. بص طرية ازاي، وبتفرجيها تتفرد مش بتتلم، فكانت حلوة جدا. بصوا دي كده كانت شكل اللي هم الفطاير اللي هم كانوا سادة. دول اللي محشيين جبنة. هنا هكسر بيضة ومعاها معلقتين لبن او معلقة لبن واحدة يا دوبك بس نفك الصفارة. ومعانا حبة البركة وسمسم علشان خاطر ندهن وش العجين بتاعنا او وش الفطاير بتاعتنا، ونرش عليها زي ما انت عايزة. لو مش عايزة لا ده ولا ده براحتك. طبعا برضو انا هدهن معاكم صاج واحد، وهروح اكمل طبعا الباقي وهنيجي مع بعض نرجع لما تستوي. لو انت لسه لحد دلوقتي بتتفرجي وسرحتي معايا في الفيديو وما حطيتيش ولا لايك، ولو ما اشتركتيش يا ريت تشتركي عشان يوصلك مني كل جديد. يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعه. لو لسه ما حطيتيش لايك يا ريت تخرجي تحطي لايك عقبال انا ما ادهن الصاج وارجعي تاني معايا. طبعا هنبتدي نرش على الوش كده بالكميه اللي انت حباها او ايه عايزاها. طبعا برضو حبه البركه فيها قيمه غذائيه حلوه جدا.
طبعا كل الصاجات هنعملها كده وهندخل واحد ورا التاني، وفي الاخر هنرجع للفيديو لما يستوي. اوعوا تسرحوا مع الفيديو وما تحطوش لايك للفيديو، اديني كل شويه بفكركم اهو. طبعا دي شكلها وهي في الفرن، دي كده ما كانتش لسه اخدت وش، يعني كانت دخلت الفرن وابتدت تستوي. ده كده بعد ما طلع شكله الشكل معانا. حابه تغمقي الوش اكتر من كده ده حاجه براحتك، عايزه تنزليه فاتح اكتر من كده دي حاجه براحتك. الصاج اللي هناك ده هو اللي كان فيه العجينه بتاعه السبانخ. طبعا ده كان الشكل النهائي بتاع نقل في الصينيه المدوره ده اللي هو ابو جبنه، والصينيه المربعه اللي بالسبانخ. يعني هنقدر نقول 2 كيلو الا ربع دقيق عملوا الكميه دي كلها. كميه حلوه وكميه وفيره، هتوفر لك حاجات كتير، هتوفر لك ايام في المدرسه لو تعبانه، لو الولاد هم اللي هيجهزوا نفسهم وينزلوا لوحدهم. كل واحد هتحطي عدد ممكن هتديله كام فطيره معاه في كيس، وهو هياخدها وهو نازل يشتغلها يعني يسخنها في مايكرويف، او هياخدها يطلعها من بالليل يصحى الصبح ياخدها. جوزك وهو رايح الشغل ممكن ياخد واحده كده ياكلها وهو نازل كده. اتمنى يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. دي كانت شكلها، احنا مش بنحب العجينه تكون تخينه، فدي حاجه ترجع لكم. تمام كده، دي كانت بالجبنه ودي بالسبانخ. وبرده الحشوات ما تبقاش كتيره علشان خاطر ما تعجنش الاكل. دي بصوا، طبعا ممكن تحشيها جبنه موتزاريلا شوكليت اي حاجه، الحشوه اللي تعجبك وتريحك. والولاد بيحبوها. تقدري تعملي فلفل الوان وفراخ وزيتون، يعني اي شيء مباح جوه الوصفه بتاعتنا او الحشوه اللي انتوا عايزينها. طبعا دول كانوا بتوع الولاد بناتي الصغننين، قعدوا يعملوا ويشكلوا بعد ما اخدوا عجين من تيتا. دول كانوا مهمين جدا. بنتي بتوريكم اللي هي قعدت عملته برضه. اتمنى يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ونتقابل في فيديو جديد في حلقة تانية من اكل المدارس او فطائر المدارس. هحاول اخلي الفيديوهات كلها ورا بعضها عشان تبقى ملف كامل لمعجنات المدارس.